عسلامة، أنا شيراز وهذه وصفتي لليوم. عسلامة عسلامة، مرحبا بكم في لي ديليز دو شيراز. اليوم حبيت نعمل معاكم قنارية محشية. برشا من صحابي يقولوا لي القنارية ما تنجحلناش، وكي نحشيوها ونحطها في الفور تتفرت. حبيت نشارككم الوصفة متاعي وطريقتي في القنارية المحشية اللي في الفور. اول حاجه نعملوها لازمنا نقشروا القناريه بالطريقه هذه، ما نحيو الهيش الحشيش نتاعها الكل، الاوراق هذيك ما نحيوهمش، نخليوها دو فاسون كيني كيس باش نجمو نحشيو فيها الحشوه نتاعها وما يتفرتلناش. هذه اول استوس. تشوفوا معايا كيفاش انا نعمل القناريه نتاعي. نصمتها في شويه ماء وملح وقارص، ومن بعد باش نتعداو تويكا للفاخس اللي باش نحشيو بها. اول حاجه عملتها خذيت بصل، عملته في الاباري هذيا نتاع التابروير باش يتقص لي جيد بالكدا، ونحط نقليه. بالطبيعه الفارس لازمها شويه معدنوس، وتنشوفوا كيفاش نفوحوها. خذيت البصل اول حاجه نبدا نقليه. فما الثوم لازمني نحضره، خذيت 5 سنون ثوم، هرستهم معاهم شويه تابل وكرويه، نهرسوهم تهريسه باهيه خاطر اللفاح متاعنا الكل راهو باش نخدموه فكا البصل هذاك والمعدنوس اللي باش ندبلوه مع البصل. هنا بعد البصل متاعي تقلى وذبل نخلط عليه المعدنوس باش يذبل زيده هو، واللفاح متاعي اللي باش نفوح بيه الفاخس متاع القناريه المحشيه الكل باش نحطه مع البصل المعدنوس. حطيت معاه هكا الثوم اللي هرسته مع التبل وكرويه والملح، باش نحط معاهم زيادة شوية هريسة عربي تعطي بنة كبيرة للحشو متاع القنارية. تويكا ناخد شوية لحم مفروم. انا عندي طايب من قبل لحم مفروم، قليته جوست في الزيت وشويه ملح وفلفل اكحل. نزيد عليه جبن مرحي، هذاك اختياري، تحبوا جبن مرحي بارح والا تحبوا اي جبن. انا حطيت شويه جريير اخذت الجريير بنين، ونكمل نصب عليهم اكل المعدنوس والبصل اللي قليته، وعملت فيه لفاح متاعي الكل، ونخلط بالقدا بالقدا حتى يتحل. هذوما الكل نلموهم بكعبة عظم، جوست كعبة عظم، ما تكثروش العظم يا جماعة، راهو العظم نستحقوه كي باش يلملنا كهو. وفما حاجة أنا باش نقولها لكم ما تصورتش، اللي حطيت مغرفة شاركلور. بالنسبة للصوص تويكا نعملوا الصوص متاعنا طماطم خضراء وشوية طماطم معجونة، زيت، تبل وكروية، شوية ثوم نخلطوها. والصوص لازمها تكون جارية. علاش؟ خاطر كي باش نحطوها في الفور باش تشد روحها معناتها. اذا كان نعملوها صوص عاقده كي باش نحطوها في الفور باش تولي ما تنشحلنا. وهنا ناخذ كعبات القناريه ونبدا نحشي فيهم، نعبيهم، نحاول باش نعبيهم بالكدا بالكدا، بالكعيبه بالكعيبه، وننزل عليها باش نتاكد اللي هي تعبيت من داخل، ونعملها كم قبه كما نقولوا احنا، شويه معناتها الفارس خارجه باش تعطيك المنظر الحلو. تعدى نعبي الكعيبة الثانية هاكم تشوفوا فيها كيفاش، بالقدا بالقدا، ونحط في الصوص نتاعي. ولازم القنارية كعك القنارية من لوطة تبدا مستوية باش تنجم تركح لي في وسط الصوص. وحاجة مهمة جدا، راهو ما نحطوش القنارية هي الأولانية ومن بعد نصبوا عليها الصوص، هذه أكبر غلطة تعملوها. لازم الصوص تبدا في الطبق وإحنا نحطه في كعبات القنارية متاعنا. هنا شعلت الفور على 200 درجة وخليته يسخن شوية، ومن بعد حطيت الطبق متاعي متاع القنارية المحشية حكاية نص ساعة ماكسيموم، نص ساعة. هنا كي خرجت ربيت عليه جرينات فلفل مسير قصيتهم، وما نحكي لكمش على كالبنة وعلى كالفيحة وعلى كالريحة. ان شاء الله وصفتي لليوم عجبتكم، وان شاء الله طريقتي في القنارية المحشية تكون باهية ونفعتكم. توا مبقى لي كان باش نقول لكم ما تنسوا باش تعملوا اشتراك في قناتي. صحة وفرحة.